السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الشيء هو الكوتي. كتجي ما بين كيك وما بين حرشه، كتجي لذيذه بزاف بمقادير اللي بسيطه، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت، واهم حاجه انها كتجي لذيذه بزاف. بيضه وحده غادي نوجدوا هاد الكيكه اولا حرشه بدون سميد بدون دقيق. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي الكريمه. غنحتاج لها كاس ديال الماء، دائما يعني العبار بكاس العنبه. غادي نضيف عليه الفلون ديال الشكلاط او الكراميل اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي الشكلاط هو اللي غادي نضيف، وحتى بالكراميل عفوا راه كيجي زوين بزاف. غادي نضيف ساشي، هذا راه غير الساشي الصغير ماشي الكبير. غادي نضيف عليه معلقه ممتلئه ديال النشا وجوج معالق كبار ديال سنيده. غادي نحرك الخليط مزيان حتى يندمجوا وما يبقاوش عندي دوك الحبيبات، وغادي نوضعوه على نار اللي تكون يعني ناقصه مع التحريك المستمر. كما كتشوفوا النار راه عندي ناقصه بزاف، وغادي نحرك حتى يعقد لينا الخليط. هذا هو الشكل ديال الخليط من بعد ما عقد. وخارج النار غادي نضيفو الفلون ديال الكراميل، هذا اللي كيتباع يعني واجد. غادي نضيفو على الكريمه وغادي نحركو باش يندمج معها، وغادي نحتفظ فيه جانبا. فضروري ما نوجدوه هو في الاول يعني هاد الكريمه باش تبرد لينا، حيت خاصها 15 دقيقه تبرد عاد من بعد نستعملها. غادي نحتفظ بها جانبا، ما نوضعهاش في الثلاجه، غادي نخليها يعني غير حدايا تما في الكوزينه. وغادي ندوز باش نوجد الكيك. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غادي نحتاج البيضه، قبصه ديال الملحه، ساشي ديال فانيل التنسيم، وعندي نص كاس ديال سنيده. غادي نستعمل غير الطراب اليدوي. غادي نخلط مزيان حتى يندمجوا ليا وتذوب ديك السنيده. دابا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتيه وغادي نخلط مزيان باش حتى هي تندمج. غادي نضيف ربع كاس ديال الحليب يكون بحراره المطبخ، وغادي نضيف كذلك ياغورت بالنكهه ديال الفاني. غادي نخلط الكل جيدا، ودابا غادي نضيف السميد. بالنسبه غادي نستعمل انا الفينو، غادي نستعمل 2 كيسان ديال الفينو. غادي ندير الكاس الاول وغادي نخلط مزيان. بطبيعه الحال يعني راني غربلته من قبل. ودابا غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نضيف معاه 2 اكياس من خميره الحلويات. غادي نغربلهم باش نتجنب هذوك الحبيبات اللي تيكونوا فيهم، وغادي نخلطهم حتى هما مزيان باش نحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. وهذا هو القوام ديال الكيك. دابا خديت مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالفينو. غادي نوضع فيه الخليط كما شفتوا، يعني راه دغيا تيعقد حيت فيه السميده
ولا الفينو كيشرب. دابا غادي ناخذ الكريمه اللي وجدت من قبل كما شفتوا راه قادت، يعني ما نخليوهاش اكثر من ربع ساعه، يعني غير الجهد اللي نوجدوا فيه الكيك، حيت الا خليناها بزاف غادي تولي نافلو. وضعتها هكا في جيب الحلواني وغادي نزين به السطح ديال الكيك. تقدروا تزينوا باي طريقه بغيتو، انا درت غير هكا على شكل يعني شكل مربعات. هاد الكريمه يعني كتجي لذيذ، دابا تعطي واحد الشكل اللي زوين، واحد المذاق اللي غزال بزاف. غادي ندير هكا خطوط ومن بعد غادي نعاود فوق منهم باش ملي يطيب الكيك كيجيونا باينين. بالنسبه للفران درتو ديجا كيسخن، ضروري ما يسخن مزيان عاد ندخل الكيك يطيب. بالنسبه لدرجه الحراره 180، قلت طهي يعني ماشي بزاف، تقريبا واحد 30 دقيقه تيكون عندنا واجد حتى كنشوفو تحمر من الجوانب، عاد من بعد كنشعل عليه من الفوق. دابا غادي نعاود على دوك الخطوط. وبالنسبه لدوك الفراغات انا زينتهم باللوز كونكاسي، تقدروا تزينوا باللوز ايفيلي اولا الشكلاط فيغميسيل، يعني اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تزينوا بها. كنأكد بان الفران ضروري يكون سخون، عاد دخلوا الكيك حيت الا دخلناه وهو بارد غادي يشرب، حيت الفينو اولا السميده كيشرب، ضروري ما يكون سخون مزيان. وهذا هو الشكل ديالو ملي طاب، ما كياخذش منا وقت كبير في الطياب. غادي نتسنى عليه حتى يبرد، من بعد غادي نحيدو من المول. انا حيدته من المول كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. دابا غادي ندهنو بالكونفيتور الخاص بالحلويات او بالناباج او بالعسل، يعني اي حاجه متوفره عندكم. غادي ندهن له الوجه ديالو، هو هذا الشكل كما كتشوفوا يعني كيجي زوين بزاف. الشكل ديالو كيجي مغاير يعني على الكيك اليومي اللي موالفين كنوجدوا. دابا غادي نقطع لكم الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. فراه كتجي فتيه وكتجي لذيذه بزاف، وداك الكريمه كتعطيها واحد النكهه اللي زوينه بزاف. حتى الشكل ديالو في الصراحه تيجي رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، وانا متاكده انه غادي يعجبكم توجدوا هكا العشيه ولا لوليداتكم ولا الضياف. دغيا كيوجد ما كياخذش منا واحد الوقت اللي هو كبير، وحتى مقاديره يعني بسيطه. دا بنتي كتذوق كيعجبها، كتذوق منه ويعجبها بزاف. نتمنى انه يعجبكم بالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.